قال ممثل أسطول الصمود العالمي اليوم الخميس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت 21 قاربا بعد اعتراضها في عرض البحر على مسافة تبعد عدة أميال عن المياه الإقليمية اليونانية، معبرين عن استنكارهم الشديد لهذه الخطوة واصفين إياها بأنها تصعيد جديد يعكس استمرار الإفلات من العقاب. وأوضح منظم الأسطول أن القوات الإسرائيلية سيطرت على السفن على بعد مئات الأميال من قطاع غزة، معتبرين ذلك عملا غير قانوني في عرض البحر. وأضافوا أن عملية الاحتجاز تمت قرب جزيرة كريت، وهو ما اعتبروه دليلا على قدرة إسرائيل على التحرك دون محاسبة أو قيود دولية حسب تعبيرهم. من جهته، ذكر موقع ولا العبري أن الحكومة الإسرائيلية قررت تنفيذ عملية ردع ضد المشاركين في الأسطول، حيث تم الاستيلاء على نحو 20 سفينة وتوجيه إنذارات لبقية القوارب. وأشار إلى أن قائد البحرية الإسرائيلية اللواء إيال هاريل سيجري تقييما للوضع خلال الساعات المقبلة بمشاركة جهاز الاستخبارات العسكرية، أمان، ووزارة الخارجية. وأضاف الموقع أن عملية السيطرة على السفن جرت قرب الجزر اليونانية على مسافة تقدر بحوالي 45 ميلا بحريا غرب جزيرة كريت، مرجحا وجود تنسيق في العملية. وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ أمس الأربعاء عملية استهداف سفن أسطول الصمود الدولي أثناء توجهها نحو قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أفادت بأن البحرية باشرت السيطرة على السفن في عرض البحر، ووصفت العملية بأنها الأبعد من نوعها ضمن عمليات اعتراض أساطيل متجهة إلى غزة. في المقابل، أدانت حركة حماس العملية ووصفتها بأنها عدوان وجريمة بحرية، مؤكدة أن استهداف السفن المدنية قرب سواحل بعيدة عن غزة يمثل سلوكا خارجا عن القانون الدولي. ودعا البيان إلى إدانة ما جرى بحق النشطاء المدنيين، وطالب بتحرك دولي عاجل للإفراج عن المحتجزين وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. وكان الأسطول قد أعلن في وقت سابق تعرض عدد من سفنه لتشويش على أنظمة الاتصال أثناء الإبحار في البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى اقتراب زوارق عسكرية منه، ما دفع المنظمين إلى اعتبار ما يحدث هجوما مباشرا. وتشير المعطيات إلى أن الأسطول يضم عشرات القوارب ومئات الناشطين من دول مختلفة، انطلقوا بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه منذ سنوات. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة نتيجة الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي خلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية ونقصاً حاداً في المواد الأساسية والخدمات الطبية.